قولوا للخميني لا يخرب بلادنا ولا يكثر الهدر ولا يكثر الكرم. قتلنا وشردنا وفجر بيوتنا وجا اليوم يتحدث عن السلم والسلام. قولوا للخميني لا يخرب بلادنا ولا يكثر الهدر ولا يكثر الكلام. قتلنا وشردنا وفجر بيوتنا وجا اليوم يتحدث عن السلم والسلام. ظلمنا وحاربنا ودمر جيوشنا وجا الآن يرشدنا عن العدل والنظام. ودمر مساجدنا وهد اقتصادنا وجا اليوم يتكلم عن الخبز والطعام. تكلم عن الجرعة اللي يكسب ولا أنا وسوى المتارس قبل ما ينصب الخيام. يدغدغ عواطفنا بلقمة بطوننا ولا له هدف منها سوى حقد وانتقام. ليش ما احترمنا قبل كسب احترامنا ويعصم دمانا قبل تنفيذ الاعتصام؟ لتحقيق همه جاي يناقش همومنا وهو من يسبب همنا عام بعد عام. خميني سلالي طائفي شق صفنا وجا اليوم ينقذنا من الظلم والظلام. مشعب وباسم الشعب يحتل شعبنا وأمي يعلمنا وهو قايد العوام. خميني سلالي طائفي شق صفنا وجا اليوم ينقذنا من الظلم والظلام. مشعب وباسم الشعب يحتل شعبنا وأمي يعلمنا وهو قايد العوام. وجا الثور بالثوره ليأخذ بثأرنا من الشعب ذي ثاروا على جدها الإمام. وكف يعزي في عزانا وموتنا وهو من قتلنا وانشأ الحقد والخصام. وكف ذي جرحنا جاي ضمت جراحنا. عجايب عجيبه ما سبق مثلها حرام. يجمل لنا الدنيا وشوه بديننا ويدعو إلى الوحدة ويفرح بالانقسام. وحتى صلاته تختلف عن صلاتنا وانا عارف أعماله في الفطر والصيام. فلا حج في مكة ولا بات في منى ولا طاف حول البيت والركن والمقام. وحتى صلاته تختلف عن صلاتنا وانا عارف أعماله في الفطر والصيام. فلا حج في مكة ولا بات في منى ولا طاف حول البيت والركن والمقام. ينفذ خطط إيران والغرب باسمنا ويبدأ يساهم قبل ما يطلق السهام. يقول إنه جانا يروح حقوقنا وما روحت غير التراويح والقيام. مخالف لمنهجنا وسنة نبينا وذي يقتنع به يعتبر عين جيم لام. مخالف لمنهجنا وسنة نبينا وذي يقتنع به يعتبر عين جيم لام. فلا ماتت أمريكا كما يوهموا لنا ولا ماتت إسرائيل يا أيها الغلام. ومن حلل المتعة فقد حلل الزنا وذي هو حرامي ما يهم الدم الحرام. مسيره تجيد الهدم ما تعرف البناء وذي قادها كذاب في البدء والختام. فلا ماتت أمريكا كما يوهموا لنا ولا ماتت إسرائيل يا أيها الغلام. مسيرة تجيد الهدم ما تعرف البناء وذي قادها كذاب في البدء والختام. بدماج بكانا وصنعاء ضحك لنا وعمران خلا دورها العامرة ركام. وكلاتنا أعداءه ولا فرق بيننا سواء الذي صحي وذي عادهم نيام. وروس المشايخ طايحة قبل روسنا فيها ويل ذي ما له مهمة ولا اهتمام. مسجل لنا عنده في الكشف كلنا مشايخ وقادة والقبائل بشكل عام. إذا لم تكن معنا حسبناك ضدنا وهذا شعار ذي عرفنا على الدوام. وعاد يسخر بعضنا ضد بعضنا وما قال سيدهم ضروري نقول تمام. فهو ذي يوجهنا ويرسم طريقنا وهو ذي يحدد ساعة الحرب والصدام. فلا للعساكر قدر عنده ولا لنا ولا للحكومة اسم يذكر ولا مقام. يريد أن يكون قائد لذي بيقودنا ووالي على الوالي وقاضي على الإمام. محافظ محافظنا ورئيس رئيسنا ومسؤول في شبوه ومشرف على شبام. وهو شيخ عزلتنا وعادل محلنا وما باقي إلا نعشر البيض والسلام. ومن نسل آل البيت جده رسولنا ولازم يكون في يدها الحبل والخطام. هو الأصل ابن الأصل ذي فاق أصلنا هو النجم ابن البدر والشمس والغمام. وشاه ابن شاه شاه راعي شياتنا وراعي الرعية طاعته فرض والتزام. وهو فوق فوق الفوق فوقه يفوقنا وهو سيد السادات والملهم الهمام. نساهم شرايف زايدة عن نساءنا وهم حب صافي والقبائل ذره وشام. بيستوردوا منا ولا صدروا لنا وممنوع نتزوج من السادة الكرام. لماذا وللمه ليش من با يقول لنا
من أعطاه هذا الفضل والاسم والوسام؟ فهل جدنا مخلوق من طين وحدنا وعبد الملك جده من اللاز والرخام؟ هل الفضل بالتقوى كما قال ربنا أم الفضل بالكيلو وبالرطل والجرام؟ علي الطلاق إن الخميني دبورنا وما دام عايش لن نرى سلم أو سلام، وإيران خنجر حانبه في ظهورنا، هم المر والعلقم هم السل والزكام، هم الفقر والفاقة هم الداء والعنا، وهم خوفنا والبرد والجوع والحطام. لماذا وللمهل شمم ما يقول لنا من أعطاه هذا الفضل والاسم والوسام؟ فهل جدنا مخلوق من طين وحدنا وعبد الملك جده من اللاز والرخام؟ هل الفضل بالتقوى كما قال ربنا أم الفضل بالكيل وبالرطل والجرام؟ علي الطلاق إن الخويني دبورنا وما دام عايش لن نرى سلم أو سلام. فلا حد يغالطنا ويخدع شبابنا، عرفنا حقائقهم خلاص انتهى الكلام، وبرواحنا نفدي وطننا وأرضنا وبأموالنا والدم واللحم والعظام، وفي ختمها صلوا لطه حبيبنا وآله وأصحابه في البدء والختام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.